شفت الحياه من غير يانيك فيريرا سهله وجميله ازاي؟ عارف ان طلائع الجيش في المركز ال 18 وخسر 7 ماتشات وتعادل 4 ماتشات. عارف كل ده، وعارف ان طلائع الجيش مش الفريق اللي انت تقيس عليه مستوى لعيبته. انا عارف، بس انت شفت اللعيبه وشها نور ازاي وهو مفيش يانيك فيريرا على الخط؟ اكيد يا مجلس اداره الزمالك شفت اللعيبه وشها نور ازاي وهو يانيك فيريرا مش على الخط. بلاش كل ده. شفت ناصر ماهر كان اداؤه عامل ازاي النهارده؟ ناصر ماهر اللي صوتنا اتنبح من اول ماتش في الموسم للزمالك ان انت في ايدك يا ناصر يا ماهر لو ركزت في الملعب تبقى صانع الالعاب الاساسي في منتخب مصر. صوتنا اتنبح في القصه دي. شفت محمود بنتايج اللي فكرك بمحمود بنتايج في الموسم اللي فات مع 4 مدربين مختلفين كان عامل ازاي، ومع فيريرا كان عامل ازاي. شفته النهارده في ماتش طلائع الجيش، شفته هو مساهم في جونين من ال3 اجوال اللي جابهم نادي الزمالك. في كره اللي هو حب يتحرفن فيها وكده واتقطعت منه، ولكن اوفر اول ده محمود بنتاج اللي الناس عرفته، اللي جمهور الزمالك كان هيموت عشان الراجل ده يتم تفعيل بند الشراء في عقده. نادي الزمالك النهارده من غير يانيك فيريرا انت مبسوط وانت بتتفرج. الزمالك بينزل ضاغط، بينزل فاتح خطوطه، بنشوفه يعني لما الماتش بيبدا ان ناصر ماهر مش مهاجم، ان ناصر ماهر مش وينج ليفت، لا ناصر ماهر كان واخد الحريه في الملعب انه يدخل كمهاجم تاني باغ علشان خاطر يفك التكتلات اللي كان متوقع ان يعملها الكابتن هيثم شعبان المدير الفني لفرقه طلائع الجيش بخطوط الدفاع. فايه اللي حصل يا باشا؟ في الدقيقه رقم 3 سرو ولا اروع من واحد من اهم 3 لعيبه موجوده في الزمالك الموسم ده وهو نبيل عماد دونجا يضرب بيها خط دفاع طلائع الجيش. ناصر ماهر واقف صح، ناصر ماهر هو ده بقى ناصر ماهر، هي دي موهبه ناصر ماهر، هي دي الموهبه اللي ربنا اداها لك يا ناصر يا ماهر، اللي انت المفروض تحافظ عليها وتصنع وتعمل حاجات اكتر بكتير من الهيستوري بتاعتك في كره القدم. بيستلم استلام لعيب كبير وعلى طول من وان تاتش يشوطها بوش رجله ويسجل اول اهداف الزمالك في الدقيقه الثالثه. نبيل عماد دونجا مساهم النهارده بجولين من ال3 اجوال اللي سجلهم نادي الزمالك. ناصر ماهر مساهم في ال3 اجوال اللي سجلهم نادي الزمالك. محمود بنتايج مساهم بجولين من اللي سجلهم نادي الزمالك. ناصر ماهر بيستلم الكوره، لا دونجا بيعمل سلو. دونجا دلوقتي من وجهه نظري يعني المتواضعه افضل مركز 6 في مصر بيقدم الواجبات الهجوميه على اكمل وجه بدون مقارنه مع اي حد، ومش عايز حد يزعل مني من الكلام ده. شوف الواجبات الهجوميه بتاعت دونجا وقارنه باي مركز 6 في مصر، لا الفرق كبير جدا جدا جدا. دونجا يعني مش مقارنه، ولكن دونجا وانا بتفرج عليه بيفكرني بسيرجيو بوسكيتس في 2009 وخطه برشلونه التاريخيه في 2009 ومن 2009 ل 2015، سواء في جيل 2009 او ما بعد كده مع انريكي لما اخذوا الثلاثيه والام اس ان الشهيره. دونجا بيفكرني بسيرجيو بوسكيتس، ولكن مش بعمل لك مقارنه، ولكن تطور كبير جدا في مستوى نبيل عماد دونجا. ناصر ماهر شفت لما ركزت الدنيا عامله ازاي، شفت لما بتلعب السهل الدنيا عامله ازاي. الدنيا سهله، الدنيا سهله جدا. اخوان بزيره ما دخلش طبعا في الماتش لانه اتصاب في الدقيقه 24. وعايز اتكلم في حاجه، لعيبه الدوري المصري كلها بصراحه من ساعه ما الراجل ده في اول ماتش ليه نسبه في ماتش المقاولين العرب اللعيبه كلها بتدخل عليه بحس ان في غشوميه كبيره قوي في التدخلات على اخوان بزيره. في غشوميه كبيره على اخوان بزيره، في عنف جامد، مش عنف ملعب، لا في عنف في الملعب. انا مش عارف ايه سبب ايه كل ده. هو انت يعني انت مش واثق في امكانياتك للدرجه اللي مخلياك هتدخل على اللعيب عشان تعمل عليه فاول وتضربه بالعنف ده؟ فالراجل في الاخر اتصاب. انت التدخلات العنيفه بتاعتك مش، انت برضو مش هيتقال عليك مدافع قوي بعدها، لا انت هيتقال عليك كلمات تانية، حاجات تانية خالص. الكابتن احمد علاء مدافع طلائع الجيش، يعني مش عارف اوصلها لك ازاي، بس ليه في كل ماتش مع الزمالك انت عايز تثبت حاجه؟ انت خلاص مستحيل تروح النادي الاهلي، بس ليه عايز مصمم تاخد لقطه معينه في كل ماتش ضد الزمالك؟ تجيب جول في ماتش المقاولين العرب السنه اللي قبل اللي فاتت لما اصولي كان هو مدير فني لنادي الزمالك، تعمل احتفال للنسر، وانت رحت الاهلي فتره صغيره جدا وتم بيعك. تعمل النهارده عمال تدخل بعنف جدا على اخوان بزيره، ولما الراجل مصاب والراجل بيعيط انت بتزعق فيه عشان يخرج من الناحيه الثانيه، وعمال تتعامل مع الراجل باسلوب سيء جدا. فانت عمال عايز تثبت ايه؟ يعني في كده فتره حاليا احنا دلوقتي في اي بودكاست هتشوف على النت هتلاقي لعيبه، مش هنقول طبعا اسامي، ولكن هتشوف لعيبه كتير بتطلع الكارير بتاعها لما كانت بتلعب صفر وتحت الصفر بشويه كمان، تطلع بقى عماله تنظر على اللعيبه اللي بتلعب حاليا، عماله تقول رايها، عماله تقول احنا لو موجودين دلوقتي، لا لو هو مدافع مثلا يقول لك لا انا لو موجود دلوقتي محدش يعرف يعديني، لو هو مهاجم لا انا لو موجود اسجل في الموسم 50 جول. واللعيبه كلها لما خدت فرصها في زمالك واهلي فشلت، كلهم فشلوا.
بيطلع دلوقتي في البودكاست يحسسك ان هو اللي مفيش منه اتنين. فهل حضرتك بتعمل كل ده عشان انت كمان تطلع في بودكاست لما تعتزل ويبقى الراجل اللي قال التصريح البوم طخ، الراجل اللي بيقصف جبهه الزمالك، الراجل اللي مش عارف إيه، عشان تضمن يعني مكان في منصه اعلاميه لما تعتزل؟ الرزق بتاع ربنا يا جماعه. رساله للكابتن احمد علاء: مش لازم تكره جمهور الزمالك فيك، لان ما تزعلش مني، جمهور الاهلي اصلا مش شايفك. الكابتن احمد عبد الرؤوف واقف على الدكه يا جماعه. الراجل باين عليه ان هو، لا، الراجل دارس، الراجل فاهم هو بيعمل ايه، الراجل مش شغال هلهلي. الزمالك بينزل الشوط الثاني بنفس الشكل تقريبا، وحتى بعد اصابه خوان بزيره، لا انت تحس اللعيبه عادي، ما تحسش ان الزمالك فقط اهم قوه هجوميه عنده، لا اللعيبه عادي شغاله، اللعيبه عادي بتلعب، اللعيبه عادي اللي هو لا احنا هندوس وهنكسب وهنصالح الجمهور النهارده قبل ماتش البيراميدز يوم الخميس في السوبر المصري. لا، الشكل مختلف تماما. في الشوط الثاني بينزل احمد فتوح، اللي هو كمان نزل قلب الماتش وشارك في جونين من الثلاث جوال هو كمان. احمد فتوح اللي الناس كلها في مصر عارفه، الاهلاوي قبل الزملكاوي، اللي لو ركز في الكوره بس محدش هياخد مكانه لحد ما يعتزل تقريبا. موهبه يعني ما بتجيش مصر كل شويه. احمد فتوح ده باك عصري بمعنى الكلمه، يلعب لك باك شمال، يلعب لك في خط النص، يلعب لك صانع العاب، لعيب كوره تحب تشوف الكوره وهي تحت رجله، بس لو تركز في الكوره. وطبعا بمناسبه الكلام عن احمد فتوح بنتمنى له الشفاء طبعا بعد الارتجاج الخفيف اللي جاله في خلال احداث الماتش. ونحب نوجه التحيه لصاحب القرار، اللي يعني طبعا معروف في قانون كره القدم لو لعيب جاله ارتجاج خفيف، حتى لو انت عملت الخمس تغييرات بتوعك، ممكن ان انت بعد البروتوكول الطبي بيخرج وينزل مكانه لعيب ايه، تعمل تغييرك السادس. تحيه للشخص الاداري اللي قرر بعد اصابه الكابتن احمد فتوح وان لما جاله الارتجاج الخفيف ما يعملش البروتوكول الطبي ده. ليه؟ لان انت لو عملت البروتوكول الطبي ده على حسب قانون الفيفا فمطالب ان اللعيب يغيب عن الملاعب لو ارتجاج خفيف من 7 ل 10 ايام، ولو الارتجاج قوي لا قدر الله يعني ممكن مده الغياب قانونيا لازم تبقى مش اقل من 21 يوم. فالراجل لما شاف الارتجاج خفيف والراجل فاق تاني قعدوه ريحوه على الدكه، ولكن ما عملش اي تغيير، خصوصا ان الزمالك كسبان 3-1 والماتش كان خلاص شبه انتهى، عشان خاطر الراجل يبقى موجود في الامارات في السوبر المصري يوم الخميس الجاي في ماتش بيراميدز ويعلم الزمالك هيوصل للنهائي ولا لا. فتحيه للشخص الاداري اللي خد القرار ده. الزمالك بعد كده بقول لك الكابتن احمد فتوح نزل، الدنيا اتشقلبت خالص، لعب كل الزمالك راح من ناحيه الشمال، واحده ما بين بنتايج وفتوح اللي عملوا جبهه قويه جدا، والاثنين دول لو فضلوا بالمستوى ده انت يعني هيفكروك بجبهه طارق السيد وطارق السعيد في بدايه الالفيه، وخالد الغندور واللعيبه اللي كانت في قائمه الزمالك اللي بتلعب رجلها الشمال حريفه كتير، خالد الغندور، محمد ابو العيله، طارق السيد، طارق السعيد، وكل ده. بنتاج الرفاح يديها لفتوح، فتوح باوفر باك شمال يا جماعه. عداية الدباغ بتتقطع من المدافع، ناصر ماهر واقف في المكان الصح بيشوطها كما قال الكتاب، بيتالق حارس مرمى طلائع الجيش بيعمل السكند بول عليها ناصر ماهر بشماله كده بكل حرفنه. لعيب حريف، لعيب حريف لو ركز في الملعب. لا، الزمالك عنده قايمه تحقق بطوله وتنافس على دوري، بس محتاجين مدرب يخلي كل لعيب يطلع اللي عنده، وده اللي حصل النهارده. تقريبا كل لعيبه الزمالك متالقه باستثناء بس عبد الله السعيد ومحمد شحاته اللي كان غايب لمده اكتر من شهرين ورجع النهارده. واحده واحده طبعا هياخد في اجواء المباريات. عبد الله السعيد تم استهلاكه بدنيا مع يانيك فيريرا، فالراجل ما بقاش قادر. الراجل عبد الله السعيد باين قوي في الملعب ان هو مش قادر، الراجل محتاج يرتاح. وسوء الحظ ان الزمالك عنده السوبر المصري الفتره الجايه، فالراجل برده مش هينفع يريح الفتره الجايه. بعدها على طول ناصر ماهر يستلم الكوره بكل حرفنه. عايز اقول لك دونجا قبل ما اروح لك للجون الثالث، دونجا هو اللي نقل الكوره وداها لمحمود بنتايج. عشان كده بقول لك دونجا افضل مركز 6 موجود في مصر حاليا، يكسر خطوط الدفاع ويكسر التكتلات الدفاعيه. دونجا شغال على نفسه شغل بسم الله ما شاء الله، وصل لمرحله الكمال في المركز 6 ده. الجون الثالث ناصر ماهر يستلمها بكل حرفنه، يلعبها لاحمد فتوح. الكي باص بتاعت احمد فتوح هي تريد مارك لاحمد فتوح على فكره. احمد فتوح عمل الكي باص دي كتير قوي، وعمل شبهها كمان كصناعه اهداف، زي مثلا صناعه الجول لناصر ماهر في نهائي كاس مصر اللي فات، او الكي باص اللي عملها لزيزو في كاس مصر في دور الثمانيه الموسم الماضي قدام سموحه، او كان قدام فيوتشر تقريبا، مش فاكر، كان تقريبا قدام فيوتشر. الكره اللي لعبها كي باص وزيزو خد وبصل شيكابالا يسجل جول، تقريبا كان قدام فيوتشر في دور ال 16 مش دور الثمانيه، لان دور الثمانيه كان مع سموحه.
هي تريد مارك الكيباص دي لاحمد فتوح، بيعمل واحده بيمينه محمود بنتايج اوفر. هو ده بقى بنتايج اللي الناس كانت عايزه السنه اللي فاتت. هو ده محمود بنتايج، نسخه محمود بنتايج اللي جمهور الزمالك كان نفسه يتم تفعيل بند الشراء، يرفع واحده عدي الدباغ يدخل يسجل الثالث للزمالك. وبمناسبه عدي الدباغ، قلت لك في حلقه من الحلقات عدي الدباغ مهاجم كما يقول الكتاب، في التحركات الراجل بيخلق لنفسه مساحه طول الوقت تقريبا، بدليل ان هو كل ماتش تقريبا على الاقل في انفراد او انفرادين جايين لعدي الدباغ، انت ضامن من قبل ما الماتش يبدا ان الراجل ده جاي له انفراد او انفرادين في كل الماتشات تقريبا اللي لعبها. ولكن الراجل عنده مشكله كبيره جدا في الفينش. وفي الاول والاخر المهاجم يعني تسجيل اهداف، المهاجم تسجيل اهداف. هو انت في الفانتازي دلوقتي لما بتلعب فانتازي تمام، تبقى عندك مثلا بتختار 3 مهاجمين، الثلاث مهاجمين ممكن يقول لك بعد الجوله كل واحد جايب لك نقطتين، مع انه يبقى عمل كل حاجه في الماتش. ليه؟ لانه ما سجلش. مهاجم يعني مهاجم علامه استفهام هدف. عدي الدباغ بيجي له انفرادات كتير جدا يضيع. النهارده في دقيقه ضيع انفرادين، واحده اتحسب التسلل ولكن هي ضاعت. الراجل لازم يجي له حد مدرب خاص يعلم الراجل ده الفينش. انا مش عارف ازاي الراجل هو هداف التاريخ المنتخب فلسطين، الراجل عليه علامات تعجب كتير قوي في الفينش بتاعه. فلازم ان هو الراجل ده يعني حد يعني يشتغل معاه على الفينش. يا جماعه انت مهاجم الاساسي الزمالك الاساسي دلوقتي، وسيف الجزيري محتاج ياخد فرصه بصراحه. سيف الجزيري الكام دقيقه اللي لعبهم الموسم ده قدم ان هو يعني اظهر ان هو عنده حاجه على فكره. ناصر منسي انت يعني مش عارف ليه بقى في سنه غرور، فانت بهوديك بعدت عن الصوره خالص. في ناصر منسي المجتهد بتاع السنه اللي فاتت اللي جاب للزمالك سوبر افريقي وجاب للزمالك كاس مصر، في ناصر منسي ده اللي كان بينافس على هداف الدوري الموسم اللي فات وخسرها بفرق هدف او هدفين لمصلحه امام عاشور، بالرغم ان هو كان اللعيب الاحتياطي في التشكيله في سكواد كان اضعف من السكواد اللي موجود حاليا. ففين ناصر منسي؟ الغرور اخدك، حاول ترجع ناصر منسي لجمهور الزمالك حبه، لان لو فضلت كده اعتقد هيبقى ده اخر موسم ليك بتشيرت نادي الزمالك. مين تاني؟ شيكو بنزا. شيكو بنزا مهاجم لعيب محترف بيقبض بالدولار، لعيب تاني باين عليه قوي ان هو مغرور، لعيب مشاكله بره الملعب اكتر من جوه الملعب. وجوده في الملعب بيخليك انت نفسك مش عارف. يعني بص النهارده في كوره لعبها باصاها كده لعمر جابر بتاعت واحد حريف، بعدها على طول في نفس الهجمه لما الكوره اتقطعت من عمر جابر جات له تاني خدها جري بيها بره. فانت مش عارف شيكو بنزا ده يعمل لك ايه. ادى سرور لعدي الدباغ كما يقول الكتاب، وعدي الدباغ ضيع الكوره. تحرك في كوره اللي بعدها على طول جات لعدي الدباغ واتحسب التسلل وعدي الدباغ ضيعها. تحرك في قلب الدفاع ولو عدي الدباغ كان بصاله كان سجل جول كما يقول الكتاب. بيخلق فوضى في دفاع الخصم، هو لعيب فوضوي لعيب عشوائي انت مش متوقعه. ولكن شيكو بنزا لو جاله 10 كور في الماتش هيتصرف في 8 غلط و2 صح. فهل دي جوده لعيب اجنبي بيقبض بالدولار؟ والغريب ان شيكو بنزا ده لعيب اساسي في منتخب انجولا، وعلى فكره منتخب انجولا حاليا من المنتخبات الثقيله في قاره افريقيا، يعني منتخب عنده جيل جيد. وهتشوف ده في افريقيا الجايه في ديسمبر ان شاء الله في المغرب ان هو منتخب قوي، لان هم طبعا معانا في المجموعه هم وجنوب افريقيا. فعلامات تعجب كتير على شيكو بنزا وعلى اختيار شيكو بنزا اللي يعني ما فرقش حاجه ولا عمل اي ابجريد بعد مصطفى شلبي، ولسه الزمالك بيعاني من مشكله الوينج الشمال من بعد اشرف بن شرقي اللي هنروح له كمان لما هنتكلم على ماتش الاهلي والمصري اللي انتهى بالتعادل 0-0. اخر حاجه عايز اقولها لك عشان نختم الحلقه وما ابقاش طولت عليك، محمد اسماعيل لاعب كورته جيده، بيطلع بالكوره كويس جدا، لاعب عنده ثقه في نفسه كويسه جدا. ولكن محمد اسماعيل عنده مشكله، كانت المشكله دي عند صلاح مصدق اللي هو كمان محترف بيقبض بالدولار مش بيبقى موجود حتى على الدكه. محمد اسماعيل عنده مشكله في التايمنج بتاعته خصوصا في الاوفرات، ودي بانت في كذا ماتش. ما كانتش الكوره بتيجي جول فكان ما حدش ممكن ياخد باله منها قوي، لكن دي ظهرت النهارده في هدف محمد عاطف لاعب طلائع الجيش واللاعب السابق لنادي الزمالك ان محمد اسماعيل فيه مشكله شويه في التايمنج بتاعته. مهدي سليمان نزل برضو، الكور اللي جت عليه كانت كور خفيفه كور سهله، الهدف طلع الجيش لا يسال عنه تماما. لعيبه الزمالك بعد الجول الثالث بدات في حاله التراخي شويه، خصوصا انهم حسوا ان الماتش خلاص سهل والماتش انتهى، فبدا في حاله تراخي شويه. لعيبه طلائع الجيش دخلت في الماتش وانا ما اعرفش ما دخلتوش ليه في الماتش كده من بدايته، كان في خوف من بدايه الماتش. محمد هاني او احمد هاني الوينج بتاع طلائع الجيش لا لعيب جيد جدا، لعيب مهاري لعيب حريف، ولكن طبعا كان باين حتى معلق المباراه قال لعيب اناني قوي، يعني اللعيب عايز يشوط من اي حته
وعايز يرقص بس مش عايز يباصي لحد. ما اعرفش هل ده اصلا مستواه الطبيعي ولا هو عشان مباراه الزمالك فالراجل كان مركز والراجل كان اجريسيف والراجل كان فوكس قوي ان هو عايز يعمل حاجه، انا مش عارف. ولكن اوفر اول الزمالك قدم مباراه جيده جدا، والحقيقه من غير يانيك فيريرا سعيده لجمهور الزمالك. يا عالم الزمالك ماتش يوم الخميس مع بيراميدز في السوبر المصري ايه اللي هيحصل، ولكن يعني اعتقد ان في حاله وجود يانيك فيريرا كنت هتقول ان بنسبه 90% بيراميدز اللي هيكسب. بيراميدز اللي من 25 اغسطس تقريبا ما خسرش ولا ماتش، ولكن دلوقتي اعتقد هتبقى 40 زمالك 60 بيراميدز من وجهه نظري المتواضعه. برضه الزمالك اداء جيد من الكابتن احمد رؤوف في اول مباراه فنيه ليه في قياده نادي الزمالك ويا مجلس اداره نادي الزمالك. لو مش هتجيب مدرب اجنبي محترم بفلوس محترمه يبقى زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت عنده ان هو عايز يبراند نفسه من جديد، عايز عارف الظروف في مصر، عارف الكره المصريه، خد بطوله قبل كده فبيلعب على بطوله مش زي فيريرا. التعادل بالنسبه له مكسب. صدقني لو مش هتعمل كده جرب تكمل الموسم بالكابتن احمد عبد الرؤوف. الراجل دارس والراجل يعني من الواضح ان هو شخص مجتهد شخص فاهم، لان تغيير فتوح اللي عملها قلبت لك الماتش في الشوط الثاني. خليك دايما عارف ان الشوط الثاني ده شوط المدربين، والراجل تفوق في جزء كبير من المباراه في الشوط الثاني لحد تقريبا الدقيقه 80 لما قررت لعيبه الزمالك انها تترخى فدخل لعيبه الجيش في المباراه من الدقيقه 75 مثلا. لكن اوفر اول الراجل قدم اداء جيد. كفايه ان انت شفت معاه ناصر ماهر افضل مباريات ناصر ماهر، ويا ناصر يا ماهر حافظ على موهبتك. شفت معاه محمود بنتاج بتاع السنه اللي فاتت. دونجا من تطور لتطور لافضل. دونجا هو من اول الموسم واحد من افضل اللعيبه، ولكن من افضل لافضل دونجا عبد الله السعيد. يانيك فيريرا قضى عليه اصلا بدنيا فكان اسوأ لعيب في الزمالك النهارده. بهذا الفوز بيرتفع رصيد الزمالك للنقطه ال 22 في المركز الثالث خلف سيراميكا وخلف الاهلي، وبيقف رصيد طلائع الجيش عند 10 نقط في المركز ال 18. الزمالك الماتش الجاي هيبقى يوم 25 11 ان شاء الله مع سموحه، وطلائع الجيش عنده انبي. بس كده كنت معاكم انا خالد. يا رب الحلقه كانت تبقى خفيفه عليكم وان انا كنت ابقى ضيف خفيف عليكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش بقى بلايك شير وسبسكرايب، وقول لي في التعليقات توقعك الزمالك هيعمل ايه في ماتش بيراميدز الجاي في السوبر المصري، ومين هو المدرب اللي تتمنى يبقى مدير فني موجود لنادي الزمالك.